موقف حقيقي وفعلا اثبت لي ان ما ينفعش اي ام تدعي على ابنها او بنتها. الولد كان نازل عادي، وانا عارفه ان هي لو سمعت الفيديو دلوقتي هتعرف ان الكلام عادي. الولد كان نازل عادي ورايح درسه عادي، وهو من كتر ما بيشاغب في مامته طول النهار بتدعي عليه اليوم ده دعاء جامد جدا. اللي حصل ان الولد حصل له حادثه كبيره وحصل له موقف كبير وتخيط، وكان الموضوع كبير جدا. ولما جينا نتكلم قالت لي اصل انا طول النهار بدعي عليه. ما تدعوش على اولادكم، ما حدش يدعي على اولاده. انا لما ابقى غضبانه قوي 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 من ابني او بنتي ادعي لها، قولي ربنا يهديك، ربنا يهديكي في عز ما انت غضبانه قوي، فبتدعي بحرقه قوي، فالدعوه ان شاء الله تستجاب. فبدل ما تستجاب والولد او البنت لا قدر الله يحصل لهم حاجه، طب ما هي تستجاب بالهدايه وتستجاب بالخير. ليه ادعي؟ بلاش ندعي على اولادنا، بلاش ندعي على اولادنا، لان فعلا الموضوع كبير. انا الموقف حصل قدامي، فقلت لازم اطلع واقول الكلام ده. بدل ما ادعي عليهم ادعي لهم. ارجو الدعاء للابناء.